جمعهم الألم والتعب والوحدة وفرقهم صوت مصر. أنغام بتعاني بين 4 حيطان من تعب شديد في المستشفى، وما بتاكلش وما بتقدرش تقف، وابنها سابها لوحدها. وشيرين عبد الوهاب بتعاني من غدر اللي حواليها وبناتها اللي اتخلوا عنها فجأة بعد رجوعها لحسام حبيب، وقلبت البيت مستشفى من كتر تعبها. الكلام هنا عن تفاصيل آخر 48 ساعة في حياة أنغام وشيرين عبد الوهاب. يا ترى إيه اللي حصل معاهم؟ هل واحدة منهم اتواصلت مع التانية في أزمتها الأخيرة؟ إزاي أنغام بتعاني من الوحدة؟ تعالوا أقول لكم التفاصيل دي كلها في الفيديو ده، خليكم متابعين معايا للآخر. الحقيقة إن اللي بيحصل مع أنغام وشيرين عبد الوهاب تحس إنه مش صدفة خالص، وكأنهم توأم متماثل حصل لهم مع بعض مشاكل صحية ونفسية في نفس الوقت، بالذات إن اللي حصل لهم في حياتهم آخر 48 ساعة يخليك تستغرب وتقول طب إزاي؟ يعني بعد ما الكل كان بيتكلم عن أنغام والتعب اللي بتمر بيه، فجأة بقوا بيتكلموا عن تعب شيرين عبد الوهاب. أنغام بتعاني بين 4 حيطان في المستشفى في ألمانيا من التعب الشديد والألم اللي ما بيهداش خالص، وعايشة على المسكنات والمنوم علشان تقدر تستحمل الألم الصعب اللي الدكاترة ما كانوش لاقيين ليه سبب أو علاج، وما كانتش بتقدر تصلب طولها ولا تاكل. وطبعا مش محتاجة أقول لكم حالتها النفسية عاملة إزاي، يعتبر تحت الصفر، لدرجة إنها بتحتاج لعلاج نفسي مع علاج البنكرياس علشان تقدر تتخطى المرحلة اللي هي فيها. بس الحمد لله من كام ساعة حالتها اتحسنت كتير قوي، وبقت بتقدر تطلع تتمشى بره أوضتها وتقف كمان وتتحرك، وكمان ردت على تليفونها وطمنت كل حبايبها اللي خايفين عليها، وبدأت تاكل شوية علشان تقدر تعدي من اللي هي فيه. وابنها لما لقى حالتها بدأت تتحسن شوية قرر إنه يسيبها ويرجع لمصر بعد ما كان معاها من أول الرحلة. في ناس شافت إنه إزاي يعمل كده، والناس قالت يمكن عنده شغل وغصب عنه لازم ينزل. وفي عز أزمة أنغام اتصدرت أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من جديد، بعد ما اتنحى المحامي ياسر قنطوش عن كل القضايا بتاعتها وقال بس أنا لحد هنا مكفاية، لأن شيرين رجعت لحسام حبيب تاني. طبعا الناس والفنانين والقريب والبعيد ما سكتوش وهاجموا شيرين وحسام وطالبوا المهزلة دي كلها تخلص بقى وينقذوا صوت مصر شيرين من حسام. بس حسام طلع ودافع عنها وقال يا جماعة شيرين بقالها فترة بتعاني من غدر اللي حواليها ومحدش واقف جنبها، وهي كانت أحسن بكتير وهي معايا الأول، ولا يمكن أتخلى عنها لحظة واحدة لحد ما ترجع كويسة وتغني من جديد. بس صوت شيرين ما يطمنش خالص إنها هترجع كويسة من تاني أو هتغني، وده باين عليه التعب الشديد. وبعد الهجوم والكلام الكتير عنها فجأة وقعت في الأرض، وطلبوا لها الدكاترة في البيت وحاولوا يفوقوها وحطوها تحت الملاحظة علشان لو الحالة اتطورت ياخدوها للمستشفى فورا. والصدمة الأكبر إن شيرين بناتها اتخلوا عنها وسابوها وراحوا يعيشوا مع أبوهم الملحن محمد مصطفى، وقالوا خلاص ما بقيناش قادرين على حواراتها مع حسام حبيب. أما بقى إذا كانت واحدة منهم تواصلت مع التانية في الأزمات دي فما حصلش خالص، وكل واحدة ملهية في أزمتها ومش فايقة للتانية، وبكده تكون الأزمات النفسية والتعب جمعهم وفرقهم لقب صوت مصر.